هذا أحد كبار السن من الأقارب. أنا لي هواية بشغل الطين وأحب التراث. قبل سنوات عزمت أني أبني لي ملحق طين بيدي بدون مشاركة أي أحد، ويكون نعم، يكون طين من الأساس حتى السقف، ما يكون فيه حاجة. هذا أنت؟ إيه. في الصيف ولا في الشتاء؟ لا ما فيه إلا بالصيف. أسلم. فبديت أشتغل، وطبعا استغرق البنيان 2.5 بالملحق الحالي، طبعا ما معي أحد. إيه. وأنا اللي ألبن وأنا اللي أشتغل. ما شاء الله. أعشق يعني الطين ما شاء الله. فمريت على هذا العم، توفي رحمه الله، هو العم صالح التويجري رحمه الله. الله يغفر له. وكان رجل كبير يوم يجي لمه. قلت له يا عم أنا أبني لي ملحق طين. قال أنت بتسوي مثل هاتويلية ذولا اللي يحطون بلك ومن يلوقون ويقولون هذا ملحق طين. قلت لا أنا اللي بشتغل به يا عم. قال أنت؟ قلت إيه؟ قال وشلون؟ قلت أنا اللي بلبن وأنا اللي بشتغل وأنا اللي أبحنت الباب وأنا اللي أبطم السقف. صنف شوي، اسكت له شوي وقال شف اسمع يا سعيد، إن وفيت بالعهد اللي أنت بتسويه على نفسك ترى عندي لك باب داخل مع الملك عبد العزيز. يا سلام. الحقيقة أنا يوم قال كذا وجهي وتعدل وعرفه الله يجعله بالجنة، يقول ويصدق شرب من يسمع. أي نعم. قلت له أبشر يا أبو عبد الله. قال ها ترى ما أسمح لك، ترى هالبيبان أغلى علي من عيالي من بيتهم الأوله. فبديت بالمشروع وبطريقتي الخاصة، دريت وينهم بهالبيبان اللي جامعهن بالمزرعة. رحت ونيشنت لي على باب جاز لي ومترته عشان تحنيت الباب. يا سلام. السقف. لكن ايش دراك ان هالباب هو اللي دخل معه الملك عبد العزيز الله يرحمه؟ البيبان كلها اصلا انا جايبهن هو من بيتهم الاوله، هم يسمونها القصر بالحشره. ايه. شاين بيبانه كله وجايبهن ببيتهم الطين الثاني اللي هم انتقلوا منه. حلو. فانا اجزم من حدا هالبيبان هو جابي بشده. الشاهد بديت بالمشروع واشتغلت. بعد 1.5 سنة وصلت للتحنيت، فرحت لمه. تحنيت يعني شلون؟ الياصة مثلا. حنت الباب، جذع الأثل اللي حلق الباب. حلق الباب. ايه. اي نعم، بس يكون فوق الطين. العتبة. ايه. فرحت لمه وسلمت عليه، قلت أبو عبد الله. قال سم. قلت عندك أمانة لي. عاد هو رجل يعني ما عنده لف ودوران ولا عنده مزح. قال أي أمانة؟ قلت عندي باب أبا أخذه. قال أنت اشتغلت؟ قلت إيه. قال أنت اللي بنيته؟ قلت إيه. قال وش وصلت؟ قلت وصلت تحنيت ونبي الباب. قال أجي أشوفه هكا المحل، روح خذ اللي تبي منين وروح. وفعلا والقاه. ولا أنت منشن عليه موجود؟ أخذته. هي سلام. وأخذت الباب وكملت شغل بالطين وخلصته بعد هالمدة وطميته. وبيني وبينكم ضحكت على أخوتي يوم جاء الطمام، كنت أنا حاط شحنتين طين ومربصهم بالماء. طبعا الطمام كدا الطين يعني يربص فترة طويلة. فقلت لأخوتي أنا عازمكم على غدا حلو، غدا بيعجبكم بالاستراحة اللي أنا أشتغل به. فجو كل أخوتي، وبعد ما تغدوا قلت أجل قلت أبي فزعة، أنا برقى فوق وأنتم 3 وسط الشحنة و2 على السلم. هذا الغد اللي راح. والله العظيم إننا بدينا بعد صلاة الجمعة مباشرة لما أذن العشاء. ما غديتهم؟ سم؟ ما غديتهم؟ تغدينا. هذا بعد الغداء. يقول واحد منهم لا عادت على هالغداء. تغدينا واشتغلوا. جاء واحد من زملائنا ومر وحنا بنصلي الأخير دايخين اخوتي، اللي طايحين على السلم واللي منسدح ما واصلين. أنت الكبير؟ ايه يعني. فجاء واحد من جاء زميلنا هذا وحلف اللي يجيب العشاء، وجاب العشاء وتعشوا بعد الأخير. 2 منهم يعني سخنوا بعد العملية لأنهم بعد الأخير. طبيعي. أي نعم. هي سخونة جهد. جهد. تعب يعني رها. فخلص الملحق
وكنت بعزم العم هذا لكنه توفاه رحمه الله. وصار على الملحق إشكالية، يعني احتجت إني ألغيه، وشلت الباب وحطيته عند حبيبنا وأخوي محمد أبو محمد بالمزرعة. تشرف إنه يكون عنده. ليه صار إشكالية؟ انطلق علي هالماء الملحق من تحت الساس فتصدع جدار. والله دعوة اللي غديتها والله ما هي بعيد يعني. المهم الباب وصل الباب عند ابو محمد. معناها الآن لازم نروح نزور ابو محمد في عشان يشاف الباب، عشان نشوف الباب وندخل معه. نعم.